احفظهم يا رب إلى نهاية الطريق للصلاح. اهتم القمص ثاوفيلوس المحرقي أثناء خدمته في دير القديس أبو مقار بأبو تيج بإقامة القداسات اليومية، بعد أن كان القداس الإلهي يقام مرة واحدة في الأسبوع. واهتم بالاجتماعات الروحية ودروس الكتاب المقدس والاهتمام بكل فرد من الشعب، وذلك بالافتقاد. واهتم كثيرا بأخوة الرب التي كانت شغله الشاغل منذ بداية خدمته في دير المحرق، فجمع حوله جميع الشعب خاصة الشباب. كان دائما يقول: كنيسة بلا شباب كأم بلا ولاد. ويستطرد دكتور إيليا في حديثه عن أبينا القمص ثاوفيلوس المحرقي ويقول: الحاجة الفضيلة الجميلة فيه اللي عايز أقولها حبه إن يعمل قداس كل يوم. كنت دايما ملازمه أشوفه. النهاردة أبونا عندك إيه؟ يقول لي النهاردة عيد أبو مجار، تعالى بدري. حاضر يا أبونا. وبعد النهاردة عيد يا أبونا. طب النهاردة ما فيش عيد حد. يقول لي لا 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 لا، عيد كل القديسين. ده عيد كل القديسين. يخلق موضوع وعشان يعمل بيه قداس ويروح يعمل قداس. فكان دايما يحب ان يعمل قداس. الخدمة دايما يشجع الناس على انه ياخدوا بالهم من الشباب، يصحى بدري يصحي الشباب، يلف عليهم: يلا فلان، يلا عاطف، يلا ممدوح، يلا يا ده، يلا، يلمهم كلهم وياخدهم للكنيسة. او يلا عايزين نعمل القربان، او يمسك المكنسة بايده وينظف الكنيسة بعد القداس بنفسه، ينظفها بنفسه. كله يجري يقول له: عنك يا ابونا. مع حتى الكسلان شايف ابونا الكبير بيكنس وهو قاعد كده، مش معقول. لا، عنك يا ابونا. ياخد المكنسة وياخد المساحة، يخلوا الكنيسة زي المراية. يعني روح حلوة، روح حلوة. بتعلم بمثال، هو اللي بيدي المثال، وبعدين الناس بتعمل زيه.